بيريز يوجه طلبا إلى أنشيلوتي بسبب نجم ريال مدريد. لفتة إنسانية من ريال مدريد وفينيسيوس. قرار مفاجئ من بيريز، ريال مدريد يقرر عودة لاعبه السابق. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات عن الصفقة التي تنقص الريال. وإذا كنت من عشاق النادي الملكي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الأخبار فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيريز يوجه طلبا إلى أنشيلوتي بسبب نجم ريال مدريد. كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وجه طلبا إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بسبب نجم الفريق بالفترة المقبلة. ويعتمد أنشيلوتي بصورة مستمرة على إدواردو كامافينغا لاعب وسط الفريق في الجبهة اليسرى لمواجهة النقص في هذا المركز، رغم أن اللاعب لا يفضل هذا. وأكدت شبكة ريليفو الإسبانية أن بيريز يحب كامافينغا وكل أسرة اللاعب تدرك ذلك، وظهر ذلك من خلال العلاقة بين الثنائي أثناء إعلان تجديد عقده. وتابعت بيريز تحدث مع المدير الفني وطلب منه عدم إشراك اللاعب الفرنسي في خانة الظهير، وهو الأمر الذي يثلج صدر اللاعب الذي يفضل المشاركة في خط الوسط وكلاعب محوري. واختتمت رغم عدم تفضيل كامافينغا مركز الظهير إلا أنه لا يمانع اللاعب في مركز الظهير الأيسر ولا يعارض قرارات مدربي أنشيلوتي بأي حال من الأحوال. لفتة إنسانية من ريال مدريد وفينيسيوس. كشفت بعض الصحف الإسبانية عن اللفتة الرائعة التي قدمها ريال مدريد وفينيسيوس تجاه إحدى الأطفال من مشجعات الميرينغي عقب مباراة فالنسيا على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لليغا. وذكرت شبكة ريليفو الإسبانية أن طفلة من مشجعات الملكي رفعت لافتة تطلب خلالها قميص فيني نجم الريال، كما أن اللاعب لاحظها ووعدها عبر إشارة بأنه سينفذ طلبها لاحقا. وأكدت الشبكة أن بين شوطي المباراة خلع فينيسيوس قميصه وألقاه تجاه الطفلة في المدرجات، حيث التقطه مسؤول الأمن وحاول إيصاله لها قبل أن يسرع مشجع آخر ويختفى. وكشفت الصحيفة أن الطفلة دخلت في حالة من البكاء، كما انزعج باقي المشجعين من تصرف الشخص الذي بادر بخطف القميص من الطفلة. وذكر والد الطفلة أن هذه القصة وصلت إلى ريال مدريد الذي تواصل معه وحصل على اسمه وعنوانه لإرسال قميص آخر، كما علم فيني بما حدث مع الطفلة وطلب أيضا المشاركة بإرسال قميص آخر لها. قرار مفاجئ من بيريز، ريال مدريد يقرر عودة لاعبه السابق. كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز يرغب في إعادة تجربة باريس سان جيرمان مع لاعب الفريق الذي حقق من وراءه مكاسب عديدة. وكان ريال مدريد قد حقق انتصارا عريضا على حساب فريق فالنسيا ب5 أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة 13 من الدوري. وأكدت شبكة ديفانسا ستونرال الإسبانية أن ريال مدريد سوف يستعيد خدمات الياباني تاكيفوسا كوبو المعار إلى ريال سوسيداد، حيث لا يتم النظر إليه من الناحية الفنية فقط ولكن هناك جانب تسويقي. وتابعت الملكي يستهدف الربح من وراء كوبو على غرار الكوري الجنوبي. كان جالي أن لاعب باريس سان جيرمان، حيث أن السوق الآسيوي يدر الكثير من الإيرادات للأندية الأوروبية التي تتعاقد مع نجوم من تلك البلدان. وأضاف تعاقد باريس سان جيرمان مع كانجلي أدى لتحقيق المزيد من الإيرادات، لدرجة أن قمصان النجم الكوري تباع مثل كيليان وأحيانا أكثر في المتاجر الفعلية والمبيعات عبر الإنترنت، فإن كان جاءين لي على رأس قائمة مبيعات قمصان البي اس جي، وهذا شيء فاجأ مسؤول النادي الفرنسي. واختتمت في ريال مدريد الشيء نفسه سيحدث مع وصول كوبو، حيث يبيع اللاعب الياباني الكثير من قمصان ريال سوسيداد، لكن إذا وقع للريال فسيبدأ في بيع المزيد، خاصة أن النادي يملك شعبية ضخمة في آسيا. مدرب فالنسيا يكشف سبب الهزيمة بخماسية أمام ريال مدريد. كشف مدرب نادي فالنسيا سبب الهزيمة بنتيجة 5-1 أمام ريال مدريد في اللقاء الذي يقيم ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني. وقال روبن باراخا عقب اللقاء: لقد منحنا مدريد الكثير من التسهيلات، المباراة معقدة للغاية، وبين ذلك تعادلنا وإحراز التعادل ب1-0 أو 2-0. كنا قادرين على العودة وتأخرنا بعد ذلك، وبدأ الشوط الثاني بهدف جعل الأمر معقد للغاية. وواصل: إن الهزيمة المؤلمة مثل اليوم ليست إيجابية على الإطلاق، لا يمكنك الحصول على أي شيء إيجابي، لقد اخترنا السيناريو الأسوأ لارتكاب الأخطاء، مدريد استغل الفرصة.
وأكمل اليوم: من كان من الممكن أن نخسر لأن مدريد متفوق، ولكن ليس بهذه الطريقة. لقد افتقرنا إلى الطرق التي تجعلنا قادرين على المنافسة. لم يعجبني ما رأيته. لقد حان الوقت للعودة إلى العمل وأن نكون صادقين مع أنفسنا. وشدد: لم نكن نحن مدريد هو الفريق الذي يقتلك بالمساحات. عدم إنهاء الهجمات جيدا يعني أنهم سيقتلونك بعدها. كان هناك الكثير من القرارات السيئة في أسوأ السيناريوهات. النتيجة والمباراة سيئة للغاية. لم نكن ناجحين بدون الكرة. لم نلعب بشكل مكثف. لقد سمحنا لهم بالتفكير بالخيارات كثيرا. الشوط الثاني كان للنسيان. ينبغي استخدام الشوط الأول للتعلم. عدم التواجد في مستوانا هو ما يؤلمني حقا. هذه المباراة ليست جيدة وكان من الممكن أن نخسرها، لكن ليس بهذه الطريقة. إندريك يحقق رقم قياسي ويقترب من معادلة نيمار في الدوري البرازيلي. يواصل البرازيلي إندريك تحقيق الأرقام القياسية رفقة فريقه بالميراس، الأمر الذي يثلج دائما صدور جماهير ريال مدريد بشأن الصفقة المنتظرة. ويذكر أن ريال مدريد توصل لاتفاق التعاقد مع إندريك بدءا من صيف عام 2024 قادما من بالميراس مقابل 37.5 مليون يورو. وقاد المهاجم الشاب فريقه للفوز على انترناسيونال بعدما سجل في ثلاثية بالميراس ليصعد بالفريق إلى صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي. وسجل اللاعب البالغ من العمر 17 عاما الهدف الثاني لفريقه أمام انترناسيونال، ويعد هو الهدف الرابع له في آخر 4 مباريات مع بالميراس. وتستمر سرعة إندريك في تحطيم الأرقام القياسية، حيث أصبح بهذا الهدف اللاعب الوحيد الذي يبلغ من العمر 17 عاما وأقل الذي يصل إلى 9 أهداف في الدوري البرازيلي ومنذ العام 2009، حيث كان نيمار دا سيلفا آخر من وصل إلى هذا الرقم، وهو الذي يبلغ من العمر 17 عاما وقتها، لكن بقميص سانتوس، حيث وصل حينها إلى 10 أهداف. هالاند نحو ريال مدريد ومبابي إلى مانشستر سيتي. الصيف سيكون ساخنا. يجد ريال مدريد في المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي البديل المثالي للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، والذي قرر الرحيل الرئيس فلورنتينو بيريز بعدم التعاقد معه والرحيل عن الفكرة. وعادت الصحافة المدريدية من جديد عنونت وكتبت وللحديث عن احتمالية التعاقد مع هالاند خلال الميركاتو الصيفي القادم لتكرار سيناريو رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى الريال عام 2009 مباشرة، بعدما حقق لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقد حقق مع هالاند الموسم الماضي. وفي حال رحيل هالاند عن السيتي فإن بديله المثالي لن يكون سوى مبابي، أي يمكنه تقاضي نفس الراتب السنوي الذي يحصل عليه في باريس، ويمكنه أيضا التنافس بقوة على جائزة الكرة الذهبية. وفي حال انتقل هالاند نحو الملكي وانضم مبابي إلى السيتي، فإن الصيف القادم سيكون أسخن صيف في تاريخ الميركاتو،